السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آم، احنا هنعمل النهاردة المكشكشة ده ترند 2023، يعني ترند رمضان 2023. كله بيتكلم في اليوتيوب عن المكشكشة ديت عبارة عن جلاش متكشكش. يعني بنمسك ورقة الجلاش ونكشكشها كده زي ما كنا بنعمل زمان المروحة أو النشيشة بتاعة الوش اللي كنا بنمسكها كده من الورق ونقعد نعملها مروحة كده. فهي المكشكشة ديت عشان بيكشكشوا الجلاش بيخلوه معمول كده بشكل متكشكش. هنفضل طول الفيديو النهاردة نقول كشكش ومكشكش. المهم، المكشكشة ديت سهلة جدا جدا، أبسط مما تتخيلوا. وصفة طلعت فعلا، يعني هي حقيقي جميلة جدا ما شاء الله اللهم بارك، وتستاهل التجربة بجد. بس سعرها عالي قوي قوي، نازلة بسعر غالي جدا. يعني في بيقول ان هي القطعة قد اللي احنا نعملها، ان شاء الله احنا نعمل منها يجي مرتين قطعتين، وممكن يعني تبقى اكبر كمان من اللي هي بتتباع. القطعة بتتباع ب400 جنيه او ب450 او ب500 جنيه، مش عارفة. بس ليه يعني؟ ليه 400 جنيه ولا 300 جنيه؟ ليه؟ هي اصلا ما تكلفتش كده كلها على بعضها، ويعتبروا اتنين من اللي هي بتتباع. ما تكلفتش 100 جنيه. بس بصراحة هي كوصفة حلوة وتستاهل التجربة بجد يعني. لو جربتوها تعجبكم، طعمها لذيذ جدا، وفيها يعني شغل مخليها حلوة، يعني ما شاء الله اللهم بارك. هنا بنعمل السيرب بتاع المكشكشة، سيرب متوسط. كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية. كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية. انتوا زمانكم حفظتوا معايا بقى السيرب او الشربات بيتعمل ازاي. لو عاوزينه تقيل للجلاش والكنافة يبقى كوبايتين سكر كوباية مية للمقدار. انما احنا دلوقتي عايزينه سيرب متوسط، هنخليهم كوبايتين سكر واحد ونص مية. آه، نحط السكر والمية، ندوب السكر كويس جدا، وبعد ما ندوب السكر هنحط كيس فانيليا او كيسين فانيليا على حسب المقدار. انا عاملة مقدارين عشان بحب عين عندي سيرب او شربات جاهز عندي على طول في التلاجة. لو محتاجة اعمل حاجة بطلعها بسرعة، يعني مش شرط ان انا كل مرة اعمل يعني. وبعصر بعد كده ليمونة على السيرب ده. واول لما يوصل لدرجة الغليان، اول ما يغلي هسيبه يغلي 5 دقايق كده على النار، وبعد كده ايه هطفي عليه او ارفعه من على النار يعني. ده كده السيرب او الشربات، وان شاء الله يكون جاهز يعني في اقرب وقت بسرعة. ما بيغيبش لان انا بستعمل مية سخنة، يعني بجيب مية سخنة احطها على السكر اقلبهم، بعد كده اسيبه على النار ما يكملش، بياخدش 5 دقايق اصلا او 10 دقايق، وبعد كده برفعه من على النار وبيبقى كده جاهز معايا. ولازم يبرد، لازم يبرد تماما. هنشوف بقى مع بعض بعد ما الشربات او السيراب دوت يجهز معانا. هنشوف ايه بقى الخطوات، هنعمل ايه مع بعض. اهم حاجة زي ما احنا دايما بنذكر بعض، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا، ونذكر ربنا كتير جدا، ونستغفر ربنا ونغتنم يعني الايام المتبقية من شهر الكريم شهر رمضان. نحاول نجتهد في الطاعات يعني عشان الاجر فيها مضاعف. وربنا يبلغنا يا رب ليلة القدر إن شاء الله، ويعتق رقابنا فيها من النار جميعا. قول اللهم آمين. فما تنسونيش من الدعاء، واللي يعجبها فيديو من فيديوهاتي تحط اللايك، يا ريت يعني تدعموني باللايك. واللي ما اشتركتش في القناة تشرفني بالاشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل وصفاتي. احنا هنا جبنا بقى بعد ما عملنا السيرب هنخش على اللي بعد كده. حل على البوتاجاز كله على البارد، لسه انا مش مشغله النار دلوقتي. هحط كوبايتين لبن، عليهم كل كوبايه لها معلقتين نشا. هنحط كوبايتين لبن عليهم 4 معالق نشا. انا الكيس حوالي اللي انا حطيته ده حوالي 3 معالق، وكنت محتاجة كمان معلقة متهيألي وبعدين ضفتها. المهم انا بضيف هنا زي ما انتم شايفين كل حاجة على البارد. وهنا ظرفين فانيليا كده انا فتحتهم وحطيتهم عشان انكه برضو القشطة بتاعتي.
دي اسمها قشطة. بتتحشي في الحلويات والجلاش وكده يعني. عموما دي اسمها بديل القشطة، لان هما بيسموها القشطة الكدابة، بس احنا بنقول على كل حاجة مش كدابة بنقول بديل القشطة. القشطة دي بتبقى عبارة عن ايه بقى؟ عن لبن ونشا و... ونحط بنضيف بقى مثلا لو عندي كريمة لباني، او لو عندي قشطة كريم شانتيه يعني. كل الحاجات دي بنضيفها، بتبقى غنية جدا جدا جدا، بتديها طعم يعني رهيب بصراحة. كل واحد فينا على قد المجهود، على قد الامكانيات اللي عنده ممكن يحطها. لو ما عندكيش غير نشا ومية بس ممكن ولبن بس، ممكن تستعمليها بس كده، ما بتزوديش. لكن بتبقى احلى لو احنا حطينا بقية الاضافات. هنا انا دي معايا اهي قشطة. دي قشطة اللي هي الكريمة اللباني اللي بتبقى على وش اللبن. دي كده قشطة، بولة فيها قشطة هضيفها برضو عليها على النشا واللبن. وفي كمان معايا دي كريم شانتيه، سواء بقى مخفوق او بودرة. لو بودرة هضيفه من الاول خالص مع النشا وادوبه، وبعد كده انزله ارفعهم على النار. لكن هو كان جاهز معايا فضفت. بقى دلوقتي حطينا ايه في الحلة هنا؟ لبن، نشا، قشطة او كريمة لباني، وكريم شانتيه. هتخليها غنية كده وتلاقي طعمها يعني ما شاء الله اللهم بارك، هيعجبكم أوي أوي، جربوها. هي كوصفة جلاش حلوة أوي، ولكن سعرها غالي أوي بره يعني. اللي اخترعوها ونزلوها رمضان 2023 يعني، وبقت ترند دلوقتي. آه، اخترعوها، هي اختراع حلو بس عالية أوي أوي في سعرها. يعني احنا دلوقتي هنعمل صينية كبيرة ان شاء الله بلفة كاملة من الجلاش، هتطلع لنا قد قطعتين من اللي هي بتتقدم في المكان اللي بيبيعها. والمكان ده بيبيعها من 400 ل 500، او من 400 ل 450، حاجة زي كده. سعرها عالي قوي قوي يعني. فاحنا قلنا نجربها ونعملها، لان هي طريقتها اصلا بسيطة جدا، ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجة. وعلى فكرة هتعجبكم، تبقى وصفة جديدة للجلاش برضو، ممكن تجربوها. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يعني. اللي بتتفرج عليا لحد دلوقتي يا ريت تحط اللايك لو سمحتي. لو اي حاجة من اللي انا بقولها عجبتكم، حطوا لي لايك واشتركوا في القناة يا ريت، وهتشرفوني بالاشتراك يعني. وشيروا الفيديو دوت لصحباتكم واخواتكم، عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، والقناة تكبر ان شاء الله معاكم. ربنا يجمعنا على طاعته وعلى محبته في الدنيا، وفي الآخرة يجمعنا يا رب في الجنة في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. احنا طبعا قلنا احنا اخوات في الله، وربنا يجعلها صحبة خير ان شاء الله، ونكون اسباب لبعض وعونا لبعض يا رب، اللهم امين. كله بتوفيق ربنا يعني. ربنا هو الموفق، وان شاء الله كل حاجة تطلع من ايدينا ايه حلوة كده ومظبوطة، وتفرح اللي معانا في البيت. ولو جايلك ضيف برضو، دي تحفة على فكرة، ما شاء الله مبارك، لما تشوفوها دلوقتي هتعرفوا انا قصدي ايه. هنا بقى انا وصلت بالقوام بتاع القشطة بتاعتي. بقى القوام متوسط، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. بعد كده هطفي عليه واغطيه بكيسة عشان وشه ما ينشفش. وبعد كده هنخش على المرحلة اللي هي جاية ان شاء الله. تابعوا الفيديو معايا للاخر، وانتوا هتعرفوا ان الوصفة فعلا المرة دي، او الحاجة اللي بنعملها المرة دي، ما بتاخدش اي مجهود، وسهلة جدا جدا يعني. انا خلاص هنا هرفعه بقى من على النار، هطفي عليه. والاول بتنيني اقلب فيه لحد ما اشوفه بيبقبق كده، يبقى هو كده بيغلي، عشان برضو يعيش معايا. بعد كده خلاص القوام مظبوط، اطفي واجيب كيس واغطي بيه، عشان ايه الوش بتاعه ما ينشفش لغايه ما يبرد تماما. يبرد تماما، وبعدين اجي اشتغل بقى فيه، احطه في الجلاش في الحشو في النص. احنا هنعمل هنا بقى لفة جلاش ان شاء الله يعني. هوريكم دلوقتي هنقسمها بالنص. هنا انا كنت بسيح ايه الزبدة، واحط معاها برضو ايه زي ما قلت لكم معلقتين زيت. ده اساسي معايا. المادة الدهنية اللي احنا بندهن بيها الجلاش والكنافة وكده يعني. فخلاص هاخد بقى الزبدة هفضيها في بولة كده، وهجيب فرشة، واوريكم بقى دلوقتي احنا هنعمل ايه. معايا لفة جلاش هقسمها يعني، هاخد مقاس الصينية اللي انا هعملها فيها. انا هنا هعمل في صينية بايركس على فكرة.
هما بيعملوها في قوالب، ممكن تطلع على طول بالقالب لو هي في قالب فويل يعني. او ممكن ان هي زي ما هو اتعملت كده وبعدين ننقلها احنا بقى في القالب بتاع التقديم اللي هما بيقدموا في اللي هو البلاستيك او الاكليريك اللي هو بيبقى الشفاف ده. بس انا طبعا ما عنديش كده، فقلت اطلع البديل ايه، ان انا اجيب الصينيه البايركس واعمل فيها الصينيه دي. هعمل منها 2 قد اللي بتتعرض في المحلات ب400 جنيه. وممكن كمان اكبر، يعني القطعه ممكن تبقى اكبر كمان. انا هنا معايا لفه جلاش. لازم الجلاش يكون صابح ويكون طري، ما يكونش متقطع ولا متفرفت. فهناخد الجلاش واقطع، اخد مقاس الصينيه بتاعتي. وبعد والزياده بقى هركنه، هلفه كده وعينه عشان ما ينشفش. واخد هنا مقاس الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين. وهحط بقى كل ورقه مدهونه بالزبده، دهن على خفيف كده، بس نخلي الورقه كلها تندهن يعني عشان يبقى مورق كده وحلو وخفيف ان شاء الله وهش. ادهن بقى الورق ورقة ورقة. احط نص الكمية تحت في الصينية، وبعد كده احط الحشوة اللي هي القشطة اللي احنا عملناها مع بعض بعد ما تكون بردت تماما. بعد كده احط اضيف بقى النص التاني بتاع لفة الجلاش بس متكشكش بقى. من هنا سموها مكشكش عشان بيمسكوا الورق ورقة ورقة يكشكشوها، يعني زي ما كنا بنعمل المراوح زمان اللي كنا بنقعد نعمل بيها كده بايدينا. ف اول طبقة زي ما انتم شايفين هاخد واحدة احطها في الصينية، في قاع الصينية، وابدأ بقى اشتغل بقى في اللي وراها واللي وراها لحد ما اوصل لنص الكمية. وبعد كده ايه، عفوا، انا هنا زي ما انتم شايفين بحط الطبقات اللي هي في أرضية الصينية أو في قاع الصينية الأول بفرشة كده ممسوحة من الزبدة، كل طبقة لوحدها عشان أضمن سواها يكون مظبوط. وأنا مش شرط ان انا اجيب قوالب صغيرة عشان اعمل فيها كل واحدة لوحدها، لأ. انا هنا هوريكم انا هعمل ايه. انا خدت مقاس الصينية ديت وبعد كده هعمل فيها وهقسم الصينية بالنص. بعد ما اخلص خالص هقسم الصينية بالنص قبل ما ادخلها الفرن، عشان لما اجي اطلعها يبقى كأنها قطعتين من اللي هي بتتقدم في المحل، ايه اللي هو ايه عملها يعني. فهنا المكشكشة والله سهلة أوي أوي، يعني كوصفة سهلة جدا وفعلا هي تستاهل التجربة كطعم وكل حاجة. بس مش بالمبلغ دوت يعني. يعني غالية أوي أوي أوي، ب400 جنيه غالية جدا يعني. هي كلها كده الصينية دي طلعت 2 يعني كانت يتباعوا ب800 جنيه مثلا. احنا ما كلفوناش حتى 100 جنيه. يعني لف الجلاش نص كيلو، والزبدة مش كتير، يا دوبك معلقتين زبدة على معلقتين زيت، وال والسيرب السكر موجود في البيت. يعني الحاجات دي كلها مش هتاخد مننا يعني مصاريف كبيرة خالص. وبتطلع سهلة، بتطلع جميلة جدا ما شاء الله. يعني ممكن تجربوها في البيت، مش شرط يا جماعة نشتري كل حاجة جاهزة من بره. اللي يقدر يعمل حاجة يعملها، على الأقل يوفر من المصاريف اللي هتتصرف، وفي نفس الوقت يبقى ضامن الحاجة معمولة بنظافة. هنا بقى زي ما انتم شايفين باخد طبقة طبقة احطها في الصينية، وبعد ما اخلص الطبقات اللي فوق دي هبدأ اشتغل في الطبقات اللي احنا هنكشكشها ونحطها بقى فين، ونحطها برضو نقفل بيها الصينية. تمام. انتوا كده معايا مصحصحين يا رب، ان شاء الله تكونوا مستوعبين اللي انا بقوله. واتفرجوا على الفيديو للنهاية، ولو عجبتكم الوصفة يعني علقوا لي تعليق حلو وعرفوني ان الوصفة طلعت حلوة ولا في تعليق عليها. ربنا يوفقنا جميعا يا رب، اللهم امين. الواحد على فكرة بيفرح جدا لما بيعمل حاجة وبتعجب اللي بيدوقها او اللي بياكلها، سواء زوجك او ابنك او
لو عندك ضيف او كده بتبقى حاجة حلوة انك تحسي ان الحاجة اللي انت عملتيها آه، مجهودك ما راحش كده على الفاضي، لا ده فرحانين وبيبقوا راضيين ومبسوطين احسن ما تشتري الحاجة من بره يعني. كده احنا خلاص وصلنا متهيألي لحد نص الصينية، وبعد كده بقى هناخد الجزء الباقي ورقة ورقة ونكشكشها ونحطها بقى احنا يعني تبقى بعرض الصينية كده. خلاص هخلص ده وبعد كده اخش على اللي هو بقى هنعمله مكشكش، وبعد كده نديله فرشة كده زبدة من فوق من على الوش نشربه كويس يعني. يبقى عندي النص التحتاني، النص الاولاني اللي في قاع الصينية بنحط له بين كل ورقة وكل طبقة وطبقة فرشة من الزبدة اللي انا مسيحاها ديت، والنص التاني احنا هنبقى نسقيه او نشربه كده زبدة من على الوش فوق. انا دلوقتي بدأت اللي انا بقى هخش على اللي هو انا هعمله اللي انا هكشكشه ان شاء الله يعني. دي اخر طبقة اكيد يعني، وبعد كده هنخش بقى على اللي هو هكشكش معايا. امسك ورقة ورقة واحاول اعملها زي المروحة كده. استغفروا ربنا كتير، ذكروا نفسكم دايما ان احنا محتاجين نستغفر عشان ربنا يغفر لنا، محتاجين ن... يعني نذكر ربنا كتير، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير. نرجع تاني لوصفتنا. هنا القشطة بتاعتي كانت بردت تماما، بردت خالص، وهفردها بقى على النص الاولاني بتاع الصينيه. حلوة قوي ما شاء الله اللهم بارك. طلعت جميلة جدا القشطة دي. بيتحشي بيها حشوات كتير قوي، ممكن نعمل الجلاش حلقات ونحشي بيها بدل الكريمة، ممكن نعمل الكنافة حلقات برضو، او اساور سواء الجلاش او كده ممكن نحشيها بدل الكريمة، يبقى نستعملها ممكن بدل الكريمة في حاجات كتير في الحلويات، بتبقى لذيذة جدا جدا. وبعد على فكرة لما احنا بنخلصها، لا إله إلا الله، بعد ما بنخلصها بندهنها بالفرشة كويس جدا عشان الزبدة تبقى فيها كلها كده وتطلع زي الشكل اللي أنا محتاجة يعني، اللي أنا أطلعه شكل اللي موجود في المحل يعني، اللي هو ايه اخترع المكشكشة ده. ركزوا بس معايا في الفيديو وان شاء الله الوصفة سهلة قوي قوي يعني وهتعجبكم. ربنا يسعدنا جميعا ويصلح لنا حالنا يا رب وييسر لنا امورنا. هو انا دلوقتي بفرد الطبقة بتاعت القشطة، بخليها طبقة حلوة كده، ما تكونش تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، وبتدي بعد كده يعني لما الجلاش بيستوي واجي اسقيه بقى بالسيرب او بالشربات بتبقى جميلة قوي. هي مش كأنها بقى في الوقت ده جلاش، كأنك بتاكلي حاجة كده يعني، مش عارفة اقولك ايه، مقربة مثلا لأم علي، بس بدل ما هي في قالب او في صينية او كده معمولة بقى على هيئة جلاش. هي بصراحة حلوة، بس زي ما قلت لكم غالية قوي، تمنها غالي قوي. هنا انا خلاص بفرد القشطه بتاعتي، هحط بعد كده بقى الورق ورقه ورا التانية بس وانا بكشكشه، مش هحطه مفرود، وبعد كده بقى هرصه على الصينيه كلها، وان شاء الله تطلع الصينيه يعني ما شاء الله تطلع تحفه وتعجبكم. اهم حاجه طول ما احنا شغالين نحاول ان احنا نشغل لساننا كده، نخليه دايما نذكر لله، نذكر ربنا، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نستغفر ربنا كده يعني. طول ما احنا ايه شغالين نقول لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كده هتلاقي في حاجات كتيره قوي ممكن كانت مقدره، والحاجات دي بتخفف عن الانسان يعني. فربنا يا رب يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
يتقبل منا كل عمل صالح ويتجاوز عنا كل عمل طالح يا رب، اللهم آمين. أنا دلوقتي زي ما بوريكم بكشكش الورقة زي المروحة كده اللي احنا كنا بنعملها من الورقة، وبوريكم ان هي بتتكشكش ومن الطرف كده باينة زي المروحة اللي احنا كنا بنعملها بالورق دي. سهلة قوي. بص انا بشرح لكم حتى خطوة على بطيء. بتاخدي ورقة عكس التانية، ورقة عكس التانية لحد ما تعمليها يعني لحد ما تبقى معاكي خلاص باينة اهي، باينة ان انا مكشكشاها. هحط بقى بعد كده هرص كل الكمية وكده. بعد ما اخلص بقى هدهنها بالزبدة كويس جدا، عايزاها تتشرب حلو قوي عشان تستوي حلو، والزبدة هي اللي بتسويها يعني. انا هنا خلاص كنت قربت اخلص الصينية، وبعد ما خلصتها آه بعد ما خلصت النص الاولاني انا دلوقتي بعمل بقى في النص التاني اللي هو عبارة عن ايه، المروحة او المكشكشة، بنكشكش الورق يعني. طبعا هو الاسم بيبقى ترند ليه؟ علشان هما بيخترعوا اسامي تشد الناس. يعني مش عارفة هو المحل اللي هو منزل اسمه تورتيه او حاجة زي كده، زي مثلا المدلعة او اللي اخترعوها دهب اللي موجود في طنطا. بعد كده بقى كل الناس بقت بتقلدها. دلوقتي رمضان السنة دي عاملين المكشكشة والمدحرجة، كل ده من الجلاش ومن الكنافة. الجلاش مكشكشة والمدحرجة كنافة. أسامي يعني بصراحة يعني هي تفرح وكل حاجة، بس لما نكون احنا هاديين ورايقين المهم انا دلوقتي بعمل معاكم بعرفكم ان هي سهله قوي انها تتلف كده ورقه عكس التانية لحد ما تبقى معانا شكل المروحه، وارص بالطول. هحط في الصينيه بالطول لحد ما اوصل للنهايه. بعد كده انا بدخل الصينيه بتاعتي على نار هاديه 170 او 180. ما شاء الله اللهم بارك لحد ما تاخد اللون الحلو زي اللي انا هوريه لكم دلوقتي. بعد كده تطفي بقى. تأكدي ان تحت ان اللون برضو مش ابيض لسه، اللون احمر عشان يبقى لونه ذهبي كده من فوق ومن تحت ويبقى حلو وجميل. انا كده هنا خلصت اهوت. بوريكم الصينية بعد ما خلصت. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. المكشكشة كشكشناها وخلاص خلصناها، ناقص بقى انها تستوي وبعدين نسقيها السيرب وتبقى كده جاهزة على التقديم. لما نشوف المرة الجاية هيسموه ايه. المرة دي المكشكشة وفي المدحرجة. اسامي كده غريبة بصراحة، بس هي اسامي تشد الناس يعني. احنا بقى عادي مش شرط نسميه، المهم انها ايه، ايا كان اسمها اهم حاجة طعمها. فهي فعلا تستاهل ان احنا نجربها او نعملها. لكن احنا مش بنقول ان احنا نروح نشتريها ب400 جنيه، لا احنا بنقول نوفر ونجيب لفة جلاش ب7 جنيه ونص، ومعاها بقية الطلبات اكيد موجودة في البيت. وهنعمل احلى طبق حلويات من الحاجات اللي احنا ايه عاملينها. انا دلوقتي طلعت الصينيه اهيت من الفرن. القالب بتاعي طلعته من الفرن خلاص. هحاول ان انا اشوف لو في ماده دهنيه زياده انزلها، لو مفيش خلاص. ما نزلتش على فكره لان هي ما كانت واخده الحاجه على قد عشان تقدر تروح وترجع. واخده آه لا اله الا الله، اللهم ذكرني يا رب. سامحوني كنت بسرح ساعات معاكم لان انا عايزه انام، والله بنام على نفسي. المهم يعني اخلص الوصفه الاول ان شاء الله وبعدين ندخل. احنا كنا بنقول ايه، كنت بقول ان احنا بنحاول نصفي منها لو في باقي زبدة او سمنة او كده. هي لما بتكون زيادة بتطردها بتطلعها، انما انا ملقتش بصراحة فيها زيادة فخلاص. انا معايا بقى كوباية من السيرب، مش هحط اكتر من كده، هي كوباية واحدة. وهمشيها بقى على المكشكشة كلها كده. وبعدين هحط لها المكسرات اللي عندي ايا كان.
المهم يعني تابعوا معايا بس الخطوات وهتعجبكم جدا. انا خلاص ما لقيتش فيها حاجه تتصفى، هي ما شاء الله اتشربت اللي انا كنت حاطاها ويا دوبك على قد سواها. هرش بعد كده احط بقى بعد كده كوبايه من السيرب، كوبايه مش كبيره قوي يعني. ارش عليها رش كده، مش انا بوريكم اللون من تحت، لونها تحفه ما شاء الله. ارش السيرب عليها كده، مش هحط لها مثلا كتير عشان ما اغرقهاش، هي كده كده اصلا هي هتبقى طريه عشان محشيه من جوه قشطه، وعشان وهتبقى يعني مش ناشفه شكل وصفات الجلاش، بتبقى ناشفه كده من فوق مقرمشه حاجه بسيطه، ومن تحت بتبقى طريه يعني. اهي كوبايه السيرب اهي همشيها عليها بالتساوي. وعشان انا مش عايزه اسيبها تتشرب اكتر او احط لها زياده، فهحاول ان انا انقلها عشان اوريها لكم برضو بعد ما اعمل الخطوه دي. هنا انا حطيت السيرب، هرش بعد كده بقى المكسرات او احط المكسرات اللي انا عايزاها. سوداني بقى، زبيب وجوز هند بقى، ممكن احط لوز او عين جمل او فستق او بندق، اي مكسرات عندي ممكن انا احطها، ليا الحرية اللي انا احط اي مكسرات. هنا ده بديل الفستق، بديل الفستق يعني سوداني ومحطوط عليه لون صحي ومتحمص بقى بعد كده كله مع بعضه في الفرن، وباخده احطه على الوش بتاع المكشكشة عشان يدينا الشكل اللي هو بيبقى يعني بيتباع في المحل، يعني هما بيبقوا حاطين على الوش فستق كده مجروش. فانا مش عندي فستق بس عملت البديل بتاعه، وما شاء الله اللهم بارك يعني طلع تحفة والله ما شاء الله. انا كنت محددة طبعا بالسكينة، حتى كنت نسيت ودخلتها الفرن وبعدين طلعتها تاني يا دوبك كانت دغرت، وبعدين طلعتها وقطعتها بالسكينة من النص، اللي هو يعني بدل ما اجيب صينيتين واعمل فيها كل نص من ده في قالب لوحده، لا انا عملت الصينية وبعد كده هقسم انا بقى الصينية بالنص كده، كأن هي دي القطعة اللي بتنباع في المحل اللي عمل المكشكشة ب400 جنيه مثلا. بس ومع ان دي كمان اكبر. فزي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك طالعة جميلة، لونها حلو من فوق ومن تحت، واخدة المكسرات والسيرب، هتبقى ما شاء الله بارك طعمها حلو قوي قوي. جربوها يعني، جربوها ان شاء الله تعجبكم. انا جبت المقطع بتاعي وحاولت ان انا ارفعها كده من الصينيه ووديتها بقى على الستاند اللي هناك دوت او البلانشة، هقدم عليها يعني. هشيل بقى كده وفي الاخر اروح حطاها هناك عشان بس متوقعش مني، لان هي طريه مش ناشفه يعني، مش ماسكه نفسها قوي يعني، بس هي ما شاء الله حلوه جدا يعني. يلا بسم الله. اجمد. هوب. بسم الله. حطيناها جنب اختها كده زي ما انتوا شايفين معايا، تعتبر قطعتين. اقطع منها بقى، ممكن اقطع كل قطعة على 4، اخد من كل قطعة بقى على اي تقطيعة انا عاوزاها. انا دلوقتي هوريكم هي قد ايه جميلة قوي قوي ما شاء الله بعد ما قطعناها. حلوة يعني، هتبقى تنفع تتعمل قطع كده وتتحط في الاطباق يعني، وتتقدم بالهنا والشفا. حطوا لايك بقى يا بنات، لو يعني الوصفة تستاهل يا ريت ما تنسونيش من اللايك. انا والله بتعب فعلا في تصوير الفيديوهات، ونفسي ربنا يجازيني ان شاء الله، بس طبعا يعني انتوا ربنا جعلكوا سبب. يا ريت الفيديو تتفرجوا عليه، ولو في اي تعليق قولولي. اهم حاجة احنا بنتكلم مع بعض بكل اسلوب راقي بكل احترام وبكل ادب. هنا انا دلوقتي خلاص حطيت النصين قدامي، ليه كأن الحتة دي هي دي اللي بتتقدم ب400 جنيه. ليه ب400 جنيه؟ ليه يعني؟ ليه حاطين فيها ايه يعني؟ مش عارفة. هي ما تكلفتش اصلا القطعتين الاتنين دول اللي الصينية ما تكلفتش حتى 100 جنيه. مش مستغربة بصراحة ليه ب400 جنيه. المهم احنا بقى ما شاء الله علينا احنا شطار قوي، واي حاجة تنزل وسعرها غالي احنا ان شاء الله هنحاول ننفذها في البيت وتبقى بأبسط طريقة ان شاء الله. ونحاول ان احنا برضو نجرب الحاجات الجديدة والوصفات الجديدة كل حاجة. ما شاء الله اللهم بارك. القطعة اهي انا خلاص قطعتها، وهاخد منها القطعة قدامكم عشان اوريكم هي قد ايه
جوسي من جوه كده وحلوة يعني. القشطة ولا ساحت ولا نزلت في الجناب ولا أي حاجة، فضلت محتفظة بالقوام بتاعها. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين حاجة واقعة ولا شايفين حاجة نازلة من الجنب ده ولا من النص ولا من أي حتة؟ لأ خالص. هي ما شاء الله طالعة مظبوطة جدا جدا جدا. نشوف بقى، نجرب اهو مع بعض. طبعا أنا صايمة فمش هينفع أدوق دلوقتي، بس أكيد